السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مودي جلال من قناة فيش ستوري. زيادة نسبة الأمونيا في المية مشكلة كبيرة ومصيبة. علشان أقدر أحل المشكلة دي لازم أعرف إيه هي طرق زيادة نسبة الأمونيا في المية، أو إيه هي الحاجات اللي بتحصل بتخلي نسبة الأمونيا تعلى عن المعدل المسموح به. ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم. علشان اعرف احل المشكله لازم اعرف ايه هي اسباب المشكله نفسها، او ايه هي الخطوات اللي انا عملتها غلط وصلتني للمصيبه اللي عندي. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي بتزود نسبه الامونيا في الميه؟ ركز معايا بالله عليك في الخطوات اللي انا هقولها لك دي، او في الارقام اللي انا هقولها لك دي، لان هي دي الخلاصه، دي مراجعه ليله الامتحان، دي اللي هتقعد شهور وشهور تجري ورا موقع هنا وموقع هنا عشان خاطر تعرفها. انا والله جبتها لك كلها، دي الخلاصه. امشي ورا الكلام اللي بقول لك عليه توصل للنتيجه اللي انت عاوزها. رقم واحد: ما بني على باطل فهو باطل. عدم عمل دوره بيولوجيه صحيحه للحوض. الكلام ده ما فيهوش نقاش. عايز تعرف السبب ايه؟ ارجع لحلقه الدوره البيولوجيه وشوف احنا عملنا ايه وقلنا ايه، هتلاقي اجابه السؤال. رقم اتنين: لما يكون عندي حوض لازم اعرف هحط فيه سمك قد ايه. اصل هو مش بالكيلو، مش بالكترة. عدد السمك ما يبقاش كتير في الحوض، لازم يبقى في الحد المسموح بيه. ليه بقول لك كده؟ لان زيادة عدد الاسماك في الحوض بيؤدي لحاجتين. اول حاجة ان عدد الفضلات بيزيد. تاني حاجة النفس في الحوض بيزيد، ما هو سمك حضرتك بيتنفس برضه. الحاجتين دول بينتج عنها ايه بقى؟ زيادة الامونيا واليوريا في المية. يبقى لازم السمك العدد بتاعه يبقى في المية في الحد المسموح بيه. رقم 3: ما تجيبش سمك كبير وتحطه في حوض صغير. السمك الكبير لحجم الحوض اللي ينفع يعيش فيه، لان هنوصل لنفس النتيجة. فضلات كتير، يوريا كتير، امونيا عالية، مات السمك. رقم 4: لما تحب تضيف، يعني انت لو عندك مثلا حوض ولسه بتعمل الدوره البيولوجيه، ما تنزلش بقى بتاع 20 سمكه مع بعض. الحوض بتاعك يجيب 20 سمكه او يكفي 20 سمكه يعيشوا مرتاحين، حلو. بس لازم اتنين عدي اسبوع كمان، اتنين عدي اسبوع كمان، اتنين. ليه؟ لان انت دلوقتي لما بتيجي الحوض عندك متأقلم على حاجة معينة، الفلتر عندك كمية المستعمرات البكتيرية الموجودة فيه واخدة على نسبة معينة من الامونيا، بتحللها وبتحرقها كل فترة مع تغيير المية واللي احنا قلناه قبل كده، فبتخلي الامونيا في ادنى معدلاتها. لما تيجي حضرتك تحط 10 سمكات مرة واحدة مع بعض، كل ده فضلات، كل دي يوريا، كل ده نفس في الميه، فبالتالي الحمل البيولوجي على الحوض بيبتدي يعلى، فنسبه البكتيريا النافعه ما هياش عارفه تعمل ايه ولا ايه. انت كده عملت اللود عليها، انت كده زودت الحمل البيولوجي على الحوض بتاعك. رقم 5: زياده التاكيل. انا عارف ان مشكله التاكيل دي مشكله الناس كلها، محدش عارف ياكل قد ايه ولا الكميه، ولا عارف ياكل بالحبوب قد ايه، ولا عارف يحط الاكل في الميه 3 دقايق ولا 5 دقايق ولا 10 دقايق، ولا عارف يحط السمك الصبح ولا بالليل، ولا عارف السمك يحطه على كام وجبه. هعمل حلقه ان شاء الله وهريح دماغك من كل الاسئله دي. طريقه انا بستخدمها ومريحاني بقالها سنين. بس خلينا في النقطه دي دلوقتي. النقطه دي دلوقتي بتقول ان انت ما تزودش التاكيل، يعني ما يبقاش عندك سمكتين 3 وتحط نص كيس الاكل. التاكيل يبقى بالمعقول وبمواعيد ثابته، ما يبقاش زياده، ما يبقاش زياده، لان الاكل اللي هيبقى من السمك ده فضلات. الفضلات فين بقى؟ في الجرش تحت مستخبيه، اتحللت علية الامونيا. طب السمك كلب الهنا والشفا، كل الاكل اللي انت حطيته له وحطيت له تاني وكله، حطيت له تاني كله، الرابع كله. طب ما حضرتك الاكل ده كله فين؟ الاكل ده كله في السمكه. طب ما السمكه هتعمل ايه؟ فضلات، فضلات قد ايه؟ كتير جدا. نفس الكلام، الفضلات زياده هتتحلل الامونيا هتعلى عندك، يبقى وصلنا لنفس النتيجه. يبقى التاكيل بالمعقول.
بص على حوضك كويس قوي، دي رقم 6. بص على حوضك كويس جدا كل فتره، كل يوم، كل ما تعدي من جنب الحوض بص كويس، عد سمكك، اعرف سمكك كويس، اعرفه وعده وتاكد منه وراقبه. شوف في سمكه ناقصه، سمكه نطت من الحوض، سمكه ميته ورا الفلتر انت مش واخد بالك منها. السمكه الميته بعد فتره هتتحلل. الفتره دي بقى الله اعلم قد ايه، على حسب درجه حراره الميه. هتتحلل، وبعد ما تتحلل هترفع نسبه الامونيا، يبقى وصلنا للنتيجه اللي احنا برضو مش عاوزينها. تغيير الميه مهم، اهم 100 مليون مره من اي حاجه. لازم تغير بانتظام 25% من ميه الحوض في الاسبوع. الميه تكون مركونه 48 ساعه ومتنقيه، منقاه يعني باي بيوريفاير للميه انت بتستخدمه علشان الكلور والكلورومين. تمام. يبقى التغيير الميه ما تنساهوش. انت بتربي سمك في حوض شويه ميه ومقفول عليهم. ده مش زي النهر ولا زي النيل ولا زي البحيره ميتها متجدده، جاريه بتجري متجدده. لا حضرتك، دي الميه هنا ثابته، الفلتر هو اللي عامل التيار فيها. لو قفلت الفلتر دي بقت بركه راقده. تغيير المنتظم لميه الحوض. الفلتر، لو انا النهارده، هنفترض النهارده الجمعه اجازتك من الشغل، غير ربع الميه بتاعت الحوض وتعالى على يوم الثلاث وسط الاسبوع اغسل الفلتر بتاعك من ميه الحوض كويس جدا علشان تخرج منه الفضلات الزياده. فضلات زياده بقى، سمكه كانت ميته واتحللت ودخلت في الفلتر انت ما شفتهاش، شويه زرع متحللين. نظف الكلام ده كله علشان تدي فرصه للبكتيريا النافعه انها تبقى نشيطه اول باول. اخر نقطه، ودي من النقط المهمه جدا، احواض. في ناس بتستخدم الاحواض بتاعتها وبتحسسني ان موتور الاكسجين ملوش اي لازمه. في ناس بتستخدم في احواض السمك الاكسجين ده ما عداش عليهم. يقول لك طب هو انا ممكن اشغل الفلتر واعمله سكر؟ يا عمي، يا رابع، يا ابوس ايدك، هات موتور وهات سكريه، مش هيكلفوك كتير، بس الاكسجين بيفرق في احواض السمك. طبعا انت هتيجي تقول لي طب ما تنصح نفسك. حضرتك الاحواض المزروعه لما نوصل لها ان شاء الله بقى، يعني لما نخلص السلسله الطويله بتاعتنا دي بتاعت الاحواض العاديه، هبقى اخش في الاحواض المزروعه ان شاء الله باذن الله ان كان لنا عمر وعشت. الاحواض المزروعه بتختلف عن الاحواض العاديه. الاحواض المزروعه الاكسجين بيتحط لها وهي النور مطفي علشان عمليه البناء الضوئي بتتعكس. يعني لو انا دلوقتي في الحوض دوت، انت مش شايف قدام الحوض كله اهو، انت مش شايف قدامك فيه اي اكسجين. لا هو فيه اكسجين، واكسجين كتير جدا، بدليل ان السمك كله قاعد تحت جنبي، قاعد تحت. السمك لو الحوض ما فيهوش اكسجين عمره ما هيقعد في الاماكن دي، عمره ما هتلاقيه نازل تحت كده. لان عمليه البناء الضوئي اللي بيعملها الزرع في الميه مع وجود الضوء ومع وجود ثاني اكسيد الكربون، بيعمل عمليه التنفس، بيسحب ثاني اكسيد الكربون وبيطلع لنا اكسجين. فانا مش محتاج الاكسجين عندي والنور شغال، بس اول ما بطفي النور بحط سكريه الاكسجين. والله 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 النصيحه اللي انا قلتها لك دي والله نصايح من ذهب. يا ريت لو تسمعها، ويا ريت لو تمشي وراها، حفاظا على سمكك وحفاظا على فلوسك وحفاظا على حرقة دمك، علشان ما تخشش في سكة انت غنى عنها. اشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.